ثواني بس، ثواني كده، ثواني اسمع بس الكلام ده. ها كده يبقى عندك اربع فرق متاهله من وجهه نظر انا الشخصيه وتوقعاتي. هما مين؟ السيتي وبايرن وباريس وبروسيا، دول اللي هيتاهلوا. يعني دوت وجهه نظري وتوقعاتي الشخصيه. توقعاتكم انتوا ايه؟ انا عايز اعرف. عراب، اقسم بالله العظيم يا جدعان، عراب زيكا العراب. لو انت مش حاطط لايك يعني حط لايك يعني، ولو ما عجبكش الفيديو شيل اللايك في الاخر يعني، مش هتخسر حاجه. تمام؟ عايزين نوصل للفيديو دوت ل 1000 لايك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مكمل قلبي معاكم. مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب ومش مفعل الجرس يعني اعمل الكلام ده كله. ولو مش عندي على الفيسبوك تعالى عندي على الفيسبوك وهتلاقي حاجات حلوه هتبسطك. ها بسم الله الرحمن الرحيم ويلا بينا. دوت النص الاول من التوقعات. لسه بقى ان شاء الله بعون الله بكره اما نشوف النص الثاني من التوقعات. واحد هيقول لي بس ثواني بس يا عم، انت بتعبيط ولا انت بتستقرضنا؟ يعني ده لسه الفيديو الاخير اللي انت رافعه ما كملش 24 ساعه انت غيرت كلامك دوت. قلت ان ايه؟ برشلونه اللي هتتاهل واتلتيكو مدريد اللي هتتاهل، وقعدت بقى ترغي كتير. اقول لك لا لحظه بس لحظه. هل انت كنت تتوقع يعني ان اروخو هيطرد مثلا، ولا هيحصل حاجات غريبه زي اللي حصلت النهارده؟ ما اعتقدش ان كان حد يتوقعها. وانا الصراحه الفاكتور دوت اللي هو الحاجات الغير متوقعه انا ما حطيتهاش في الاعتبار. فطبيعي تلاقي حاجات ايه زي اللي احنا شفناها النهارده والكلام كله ده. عندنا بس متفقين ان مستحيل، مش هقول لك ايه كانت تكسب، يعني مستحيل كانت تتعادل مع برشلونه لو السيناريو الغريب دوت ما كانش حصل. هتقول لي ايه السيناريو الغريب دوت؟ اقول لك ده مش محتاجه سؤال. يعني انت عندك يعني اروخو يعني بالنسبه لي اقوى مدافع من اقوى المدافعين في اوروبا. اتطرد من الدقيقه كام؟ 29 تقريبا. بص بقى اللي زاد الطين بله ان انت عندك تشافي فجاه قلب ايه جوارديولا وحب يتفلسف. يعني قلب جوارديولا بتاع زمان مش بتاع دلوقتي، فاهم؟ وحب يتفلسف. قال لك بص بقى، انا ايه، انا ما بقاش عندي دفاع فانا كمان هلعب من غير هجوم. طلع يمين يامال، نهارك اسود. ده ما يطلعش دوت. هو عامل لك قلق يعني. الراجل دوت قبل اصلا ما اروخو يطرد عمل لك، جاب لك جون جامد فشخ. اللي هو اشيلك الواد اشانونو مينديز وجا حط الكره لرافينيا جاب لك جون. فالاثنين دول لامين يامال ورافينيا دول مهما حصل ما يطلعوش. بقى ايه، شغلت دماغك واتفلسفت وقلت بص انا ما بقاش عندي دفاع فانا مش هخلي عندي هجوم. صباح الفل، تحياتي. ما انت كان عندك ليفاندوفسكي دوت اول واحد يطلع. هل القرف اللي تشافي عمال يعمله دوت خلص لحد هنا؟ هقول لك لا، اصبر اصبر. ده هو ذات نفسه اتطرد. يعني انت متخيل؟ انت غبي يوم. انت ايه اللي انت بتعمله انت عميل، انت جاسوس مثلا بيشتغل لصالح باريس؟ هذا الموضوع واقف لحد هنا. هقول لك برضه لا، يعني انت طلعت بدري. اللي بيحرك لك بقى الهجوم يعني الدينامو اللي بيشغل لك الهجوم اللي قدام انت طلعته. لو انت فشخت نفسك. فانا مش عارف الراجل دوت كان في دماغه ايه هو بيعمل التبديلات ديت. ولكن كل اللي اقدر اقوله ان الراجل دوت غلط كبير فشخ. وكلنا بنغلط. اتعلمت المفروض، مش عارف بقى اتعلمت ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. باريس سان جيرمان دخلت ايه ملعب برشلونه وبتلعب وهي ماسكه الكره ومستحوذه وكل حاجه ماشيه في المنطق. فرقه خسرانه فتيجي هنا بقى عايزه تتعادل وتكسب. لكن انت كبرشلونه كنت جامد فشخ ان انت الدفاع بتاعك متماسك وصلب وعندك 2 قلوب دفاع الله اكبر عليهم. وعندك باكات محترمه. حلو. وفي الاخر انت اول هجمه بعد 12 دقيقه يعني تقريبا ربع ساعه، اول ما مسكت الكوره باول هجمه باول شوط انت جبت جون. انت جامد فشخ. حصل ظروف وان انت اتطرد منك لاعب. هل بقى اخري ويعني وابوظها دفاع وهجوم؟ انا كده كسبان فرق 2. انا ممكن جدا اطلع الهجوم واطلع اكتر واحد عجوز عندي واقفل دفاعي والله المؤمنين شر القتال وابقى كده ايه كسبان فرق 2. اما بقى بالنسبه لباريس سان جيرمان ففي حاجه بس انا عايز اقولها في خصوص الراجل دوت عثمان ديمبلي. الراجل انا مش عارف هو انت تركيبتك من ايه، ولا انت بتعمل كده ليه في برشلونه يعني؟ الراجل بيلعب مع باريس سان جيرمان ما بيجيبش ما جابش تقريبا ولا جون. يعني تقريبا لو انا الذاكره ما خانتنيش فهو تقريبا جاب جون واحد وكان مع المنتخب. مش عارف بقى جاب جون تاني مع باريس ولا مش فاكر دوت قبل ما يلعب برشلونه. لعب برشلونه من هنا اخدهم رايح جاي. كل ماتش لازم يلعب فيه قدام برشلونه ياخدهم رايح جاي. طب وايه؟ ويشوفوا بقى هو بيحتفل بيفشخ الدنيا احتفالات ليه؟ على فكره بس يا عم عثمان ديمبلي، انت قعدت في برشلونه اكتر من 6 سنين. 6 سنين بتلعب في النادي ده. انت هنا مع باريس ما كملتش غير 6 شهور وشويه. مش لاقي تفسير للي انت بتعمله. ودي اول حاجه. تاني حاجه، انت ما كنت كمان بتلعب مع برشلونه انت ما كنتش بتلعب، ده هم كانوا بيعالجوك. ده انت كنت عاملها مستشفى ما كنتش عاملها نادي. اه طبعا لازم ياخد مان اوف ذا ماتش راجل جايب جون وجايب ضربه جزاء عمل اداء عالي. غير الجون وضربه الجزاء الاداء ذات نفسه كان طب. ولكن برضه في شخص ما ينفعش ننساه الا وهو مين؟ صاحب بص المردغانه دي كلها في رايي الشخصي باركولا. الراجل دوت لولا ولولا الطرد اللي تسببه لاروخو احنا ما كناش هنشوف اللي حصل النهارده. ده غير ضربه الجزاء الراجل عمل شغل عالي وعمل اسيست. لا يعني بالنسبه لي مان اوف ذا ماتش هيبقى هما 2 مش واحد، عثمان ديمبلي وباركولا. نيجي بقى لامبابي
وامبابي لعيب كبير يعني، ده معلوش شك، ولا يعني لعيب كبير ايه ده، بالنسبه لي رقم واحد دلوقتي حاليا في العالم، الراجل تقيل جدا. ولكن اللي عمله في نفسه في مباراه الذهاب دوت اللي خلاه يأدي الاداء السوء دوت، اللي هو الراجل حط على نفسه ضغط كبير فشخ. زي دوت مش بيعرف يلعب تحت ضغط؟ اقول لك لا طبعا بيعرف يلعب تحت ضغط ونص وثلاث ارباع. الراجل جايب هاتريك في نهائي كاس عالم ما حدش عملها تقريبا غير واحد يعني تقريبا. يعني كل حاجه في الدنيا دي بحدود، ما ينفعش تقل عنها وما ينفعش تزيد عنها. الراجل حط عليه ضغط ماشي هيتعامل، ولكن الضغط كان عالي قوي عليه. يعني هو قال لك بص بقى ده دوري ابطال وانا هعمل واسوي ومش هختفي وهطلع نار من بقي، حط ضغط كبير عليه. فالراجل ما استحملش. حتى في مباراه العوده الضغط برضه لسه موجود عليه ومش عارف يتحرك، واللعيبه حاطاه في دماغه. يعني انت عندك اروخو وكوبارسي الاثنين كانوا بص مش مخليهم يتهنوا على كوره. فاما الدنيا سلكت معاه والدنيا سلكت مع باريس سان جيرمان، الراجل ابتدى يلعب. الراجل جات له ضربه جزاء حطها ومستريح، تاني كوره جت في رجله حط، الراجل بقى يشوط بقى. خلاص الضغط اللي عليه راح. من بابي ما تحطش على نفسك ضغط انت مش هتطيقه عشان تعرف تلعب. اخر حاجه بقى هقولها في حق تشافي، وفي ناس كتير قوي هتعارضني، اللي هو هل تشافي مدرب سيء؟ طبعا لا. انا بقول لك مدرب توب، يعني مش هقول لك توب بس مدرب جيد جدا، وهو الوحيد وهو راجل المرحله بالنسبه لبرشلونه. يعني مفيش مدرب كبير هيعرف يتعامل في ظروف برشلونه ديت، يعرف يدرب برشلونه ويجيب معاه نتيجه. الراجل على فكره الراجل جايب بطولات، الراجل جايب دوري وتقريبا جايب كاس، يعني اللي انا فاكر، والكلام دوت في سنتين، وفي ظل ازمه ماليه بنت لذين، وفي ظل ان هو اصلا ما كانش معاه لعيبه وبيطلع لعيبه من لاماسيا، بيعمل شغل كبير قوي 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 قوي. امال ايه اللي حصل دوت؟ الراجل غلط. يعني ما فيش مدرب ما بيغلطش حتى في الطرد بتاعه. يعني هو لسه مدرب صغير، مش هقول لك مدرب شاب، هو مدرب صغير يعني لسه بقى قدامه كتير عشان يتعلمه. ولكن الخامه دي من المدربين، لا الخامه دي توب. وانا بالنسبه لي هيبقى غباء كبير فشخ لو برشلونه مشيته. برشلونه لازم تتمسك بالراجل دوت، لان مفيش حد هيعرف يتعامل في الظروف اللي فيها برشلونه ديت غير تشافي. وبس كده، واخيرا وليس اخيرا كان معكم زيكا. وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس على اليوتيوب وتعمل فولو على الفيسبوك وتسيب اللايك.